وعدتكم امبارح في اللايف بتاع امبارح ان انا هنزل النهارده ان شاء الله فيديو القشطوطه، وده الفيديو. معلش هو الفيديو طويل شويه، بس انا حبيت كده انزل لكم كل التفاصيل عشان الناس اللي سالتني امبارح. دول 6 بيضات، عليهم كده تلات اظرف من الفانيليا، عليهم معلقه من الخل، وعليهم كمان نص كيلو من الاسبونج الجاهز الفانيليا. هضربهم بالمضرب كده لمده 15 دقيقه. سبت كده، جبت بقى الصينيه، دهنتها دهنه زيت بسيطه، وكمان دهنتها كده، حطيت كده شويه من الدقيق، يعني بطنتها كده بالدقيق عشان متلزقش معايا، عشان ما كانش عندي ورق زبده. هنزل كده بقى بالسبونج، وطبعا مولعه الفرن. الفرن يكون ساخن، هحطها كده في الفرن لمده ربع ساعه، وممكن كمان تاخد 20 دقيقه، يعني على حسب الفرن اللي عندك. جبت كده كوبايتين ونص من الميه، عليهم كده كوبايه الا ربع من الرز، وده كده 2 كيلو من اللبن، بس حشت كوبايه واحده بس من اللبن كده هركنها على جنب، وده كده 2 كيلو الا ربع من اللبن. نزلت كده بالرز، وضفت كمان في الكوبايه ربع كوبايه من الميه، عليهم 3 معالق كبار من النشا، ونزلت بيهم كده. طبعا في لقطه بتاعه السكر، انا ضفت مج وربع من السكر الحبيبات يعني على الرز بلبن. بس ونزلت كده بالنشا ودوبتهم كويس، ونزلت كمان بعلبتين من القشطه، وقلبتهم كده وطفيت عليهم بس كده. وحطيتهم كده في العلب. طبعا انا مش هغطي العلب خالص عشان خاطر العلب سخنه. انا طبعا امبارح عرفتكم في اللايف، يعني طول ما الرز بلبن سخن مينفعش نغطي العلب خالص عشان خاطر الوش يكون مكرمش معاكي. عملت بقى الكريم شانتيه، عبارة عن نص كوباية من الكريم الشانتيه، عليهم نص كوباية من المية، وضربتهم كويس خالص. وده كده الاسبونج كان عندي كده دافي شوية. جبت كده كوباية اللبن اللي انا كنت راكناها على جنب، ضفتها كده بالشكل دوت. وعملت كده طبعا، قطعت المانجا 3 مانجات كبار قطعتهم، واستنيت كده لما الاسبونج هدي معايا خالص، وكده ضفت عليها كده المانجا، زينتها بالمانجا، مكعبات المانجا بالشكل دوت. طبعا بقى النوى بتاع المانجا والقشر طبعا انا مرميتهوش، انا عملت بيه عصير، هنزل لكم الفيديو طبعا النهارده برضو. شايفين الوش؟ انا حطيته في التلاجة وغطيته، بس طبعا بعد بقى ما بارد خالص الوش كده مكرمش، مكشكش كده، يعني زي بتاع المحلات. شايفين بقى شكل القشطوطه؟ شايفين الوش بتاع الرز بلبن؟ احلى رز بلبن هتعملوه، واحلى قشطوطه بجد يا جماعه، نفس طعم بره، والله نفس طعم المحلات بالظبط. بالعكس انتوا ممكن تقدروا تعملوه في البيت وتعملوا كميه كبيره. شايفين الاسبونج عالي ازاي، وكميه المانجا كتيره، وكميه الرز بلبن كتيره كمان. ممكن تعملوه كمان مكسب زي كده ما قلت لكم امبارح في اللايف. تبداوا بيه كده مشروع هيكسبكم كتير، وطعمه خطير جدا. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، وارجعوا كده اكتبوا لي رايكم. بس كمان هوريكم قطعه تاني، طعمها تحفه تحفه، جربوا الطريقه دي وهتعجبكم.